Hello everyone, how are you doing? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر شريف انجلش تيتشر. أبطال تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما. النهاردة إن شاء الله هنخلص الجرامر الخاص بيونت 3 بالكامل في فيديو واحد، وأوعدك إن هو هيكون سهل جدا وبسيط وهتخرج من الفيديو فاهم كل حاجة. فبدون تطويل يلا على بركة الله نبدأ ونصلي على رسول الله. طيب يا شباب، خلينا نبدأ وأقول لك إن الجرامر الخاص بيونت 3 بينقسم عندك لثلاث حاجات، والثلاثة أسهل من بعض. أول حاجة عندنا ال present continuous اللي هو المضارع المستمر present continuous. تاني حاجة الصفات اللي بتنتهي ب ed و ing. تالت حاجة وهي be going to. الثلاثة سهلين جدا، وإن شاء الله الفيديو مش هيكون طويل وهنغطي كل الأجزاء المتعلقة بيهم. طيب أول حاجة خلينا نبدأ مع ال present continuous اللي هو المضارع المستمر. present continuous درسناه قبل كده السنين اللي فاتت وسهل جدا وما فيهوش اي حاجه. طيب واحده واحده كده خلينا نشوف present continuous او مضارع المستمر بيتكون من ايه، او بكون الجمله فيه ازاي. طيب كل اللي محتاجه منك هو am او is او are زائد الفيرب زائد ing. am او is او are زائد الفيرب زائد ing. بس كده يا مستر؟ بس كده، مش محتاج اي حاجه تانية. طيب تعالى كده نشوف واحده واحده. طبعا زي ما احنا عارفين am بتيجي مع I، وis مع he وشي وit، وare بتيجي مع you وwe وthey. تاني I بيجي معاها am، he وشي وit بيجي معاها is، وبعد كده you وwe وthey بيجي معاهم ايه؟ are. طيب يعني مثلا زي ما قلنا I am، والفيرب اللي هو مثلا لو هقول play واضيف له ing فهتبقى playing، فالجمله على بعضيها هتبقى I am playing، I'm playing، انا بلعب. تمام. He is watching a movie، هو بيشاهد فيلم. حطيت ايه؟ حطيت he. بعد كده is زي ما قلنا he او شاهد بياخد is. وبعد كده الفيرب اللي هو watch اللي هو معناها يشاهد وضفت ing. حلو جدا. طيب ناخد كمان واحدة على are. لو عايز اقول we are eating، حطيت هنا we بيجي معاها are، وبعد كده eat اللي هو الفعل ياكل وحطيت له ing بقت eating. فاذا تاني هنقول اما و is و are والفيرب ing. مفيش اسهل من كده. يبقى يا شباب ده تكوينه. طيب لو عايز انفي الجمله، كل اللي عليك هتعمله هتحط not بعد الفعل المساعد. الفعل المساعد اللي هو am او is او are. الفعل المساعد اللي هو am او is او are. يعني الجمله هتكون ايه؟ يعني هتبقى بدل ما اقول مثلا I'm playing هقول I am not playing. حطيت not بعد am. نفس الكلام مع is و are، بحط not بعد الهيلبينج verb. الهيلبينج verb اللي هو ايه؟ am او is او are، الفعل المساعد. فاذا لو عايز انفي الجمل اللي انا قلتها من شويه، اللي انا قلت I'm playing هتبقى I'm not playing. طيب مثلا لما قلت he is watching a movie هقول he is not watching a movie. طيب we are eating we are not eating. تمام. وممكن اقول isn't او aren't، الاختصارات بتاعتهم الاتنين صح وهي بالظبط. طيب كويس جدا، يبقى كده خدنا التكوين وخدنا النفي. طيب نشوف كده لو عاوز اكون سؤال. لو عايز اكون سؤال yes or no question، هتحط ال helping verb at the beginning of the sentence، يعني تحط الفعل المساعد في بداية الجملة. اللي هو ايه الفعل المساعد؟ زي ما قلنا من شويه am او is او are. طيب وام قلنا مع I، وis مع he وشي وit، وare مع you وwe وthey. يعني مثلا لو عايز استخدم نفس الجمله اللي خدناها من شويه اللي هو مثلا he is watching a movie، هو بيشاهد فيلم، عايز اقول هل هو بيشاهد فيلم، هقولها ازاي؟ هحط ال helping verb at the beginning of the sentence، الفعل المساعد في بدايه الجمله اللي هو is، فهتبقى is he watching a movie، هل هو بيشاهد فيلم؟ وquestion mark علامة الاستفهام. عملت هنا ايه؟ جبت is at the beginning of the sentence في بداية الجملة وكملت الجملة عادي جدا وبقت سؤال. طيب مع are نفس الكلام، احنا قلنا الجملة we are eating، عايز اقول هل احنا بناكل، فهقول ايه؟ are we eating او are they eating، حطيت are في بداية الجملة وكملت الجملة عادي والquestion mark في الاخر. طيب ممتاز جدا. طيب كده خدنا ال yes or no question. عايزين نعرف ال WH question اللي هو مثلا زي سؤال when where what، كل ده بعملها ازاي؟ هو نفس تكوين السؤال، ولكن في البداية بحط ال question word كلمة السؤال اللي هي زي what where when، أي حاجة من دول. اللي عايز أسأل مثلا امتى الحفلة هقول when are we having the party، when are we having the party. عملت ايه؟ حطيت when اللي هي question word في بداية السؤال، وبعد كده حطيت ايه؟ are الهيلبينج فيرب. احنا قلنا في ال yes or no question بحط الهيلبينج فيرب. طيب ال WH question بحط question word وبعد كده الهيلبينج فيرب برضه واكمل السؤال عادي. فهتكون when are we having the party. when are حطيت when بعد كده are اللي هو الهيلبينج فيرب وبعد كده كملت السؤال عادي، فبقت when are we having the party. when are we having the party. طيب ممتاز لحد كده يا شباب. احنا كده خدنا تكوينه،
وخدنا النفي وخدنا السؤال ب yes or no question وخدنا السؤال العادي اللي هو WH question. طيب محتاجين بقى نفهم دلوقتي ليه بناخده تاني مع اننا خدناه السنوات اللي فاتت. طيب احنا طبعا عارفين استخدامه، بنستخدم ال present continuous في العموم في حاجة بتحصل دلوقتي، حاجة بتحصل دلوقتي، ده الاستخدام الأكتر لحاجة بتحصل دلوقتي. يعني مثلا أما أقول لك I'm playing with my friends، هتفهم إيه؟ هتفهم إن أنا بلعب دلوقتي مع أصحابي. I'm studying، أنا بذاكر. طيب ده كل ده اللي خدناه السنين اللي فاتت. طيب خليني أقول لك إن برضو من ضمنه من أهم استخدامات ال present continuous اللي هو المضارع المستمر هو استخدامه مع المستقبل، ولكن في حالات معينة مش في كل الحالات. إيه هي الحالات المعينة اللي أقدر أستخدم فيها المضارع المستمر في المستقبل؟ وهي استخدامه مع الأحداث اللي هتحصل في المستقبل اللي ليها خطط وترتيبات مسبقة وبالفعل خلاص واقفة بس على الحدوث. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما أجي أقول لك أنا مسافر ومجهز مثلا التذاكر وحاجز الفندق ومجهز الشنط ومستني او منتظر تاريخ السفر، يبقى انا كده خلاص كل حاجه مترتبه ومخطط لها. فهنا هستخدم ايه؟ البريزنت كونتينوس، المضارع المستمر. ليه؟ علشان احنا قلنا بنستخدم المضارع المستمر في المستقبل في حاله الخطط، انت مخطط لحاجه هتحصل ومرتب لها وكل حاجه منتهيه تمام. زي ما قلت لك من شويه، خلاص حاجز هتسافر وحاجز الفندق ومجهز شنطك ومنتظر فقط تاريخ او موعد السفر. فاذا هنا استخدمنا present continuous. طيب هي دي الحالة اللي بقدر استخدم فيها المضارع المستمر في المستقبل، حاجة مخطط لها ومرتب لها والموضوع منتهي. For example، مثال اما اجي اقول لك I'm traveling to Aswan next week. I'm traveling to Aswan next week معناها ايه؟ انا رايح او مسافر اسوان الاسبوع الجاي. المستمع يفهم ايه من الجملة دي؟ يفهم ان انت خلاص حاجز التذاكر، حاجز الفندق، مرتب نفسك، مجهز كل حاجة وهتسافر 100%. يبقى كده يا شباب نفهم او نستنتج من الكلام ده ايه؟ نفهم من الكلام ده ان تعتبر المناسبات الاجتماعيه واعياد الميلاد والمناسبات الرسميه كل ده بنستخدم معاه present continuous. ليه؟ لان كل دي حاجات او كل دي مناسبات بنخطط لها تخطيط مسبق. اكيد الزواج بنخطط له تخطيط مسبق، تبقى ليه ميعاد محدد ومخطط له. المناسبات الرسميه، اعياد الميلاد، كل ده ليه تخطيط مسبق، فبنستخدم معاه present continuous زي ما قلنا. في معانا بعض التعبيرات او الكلمات بتوضح لنا ان احنا بنتكلم في present continuous زي arranged أو prepared أو made preparation أو made arrangements. كل حاجة من دول بتوضح أو بتبين إن إحنا في زمن present continuous المضارع المستمر. طيب يا شباب زي ما قلنا في present continuous am is are الفيرب زائد ing. عايز أقول لكم كام ملحوظة صغيرين كده على إضافة ing للفعل. عندنا لو الفعل بينتهي بإي وهضيف له ing بشيل الإي وأحط ing على طول. زي dance تنتهي بإي هتبقى dancing من غير الإي. إيه تاني؟ لو عندنا الفعل بينتهي بكونسونانت letter يعني حرف ساكن وقبليه vowel متحرك، بعمل ايه؟ بضاعف الحرف الساكن. زي set هتبقى setting، swim swimming. تنتهي بايه؟ تي وقبل تي اي، حطيت ايه؟ حطيت تي كمان وحطيت ing. تمام. برضو اخر ملحوظه معانا تخص النقطه دي ان لو الفعل بينتهي باي اي بشيل الاي اي واحط واي واي ان جي. زي lie تبقى lying، شلت الاي اي وحطيت اي ان جي. يبقى كده يا شباب عرفنا تكوينه واستخدامه. طيب ناخد جملة كده مش هحلها لك، هخليك انت تحلها مع نفسك وتكتب لي الإجابة بتاعتها في التعليق وانا هرد عليك بنفسي. طيب لو جيت قلت لك مثلا he نقط وبين قوسين fly to Paris next week as arranged. he نقط وبين قوسين fly دي معناها يطير، ولكن في المعنى ده بتيجي بمعنى ان هو هيسافر بالطيارة. يعني عايز اقول هو هيسافر بالطيارة لباريس الاسبوع الجاي كما خطط. طيب فلاي هنا هستخدمها ازاي في الجمله؟ زي ما قلت لك هستناك تكتب لي الحل في التعليق وانا هرد عليك بنفسي. طيب ممتاز جدا لحد كده يا شباب. خلينا ندخل على النقطه اللي بعد كده وهي نقطه الصفات اللي بتنتهي بايدي او ing، وايه الفرق ما بينهم وامتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي. في كتير ما بينكم بيتلخبط فيهم بس هم سهلين جدا وان شاء الله بعد الشرح هيكونوا بالنسبه لك اسهل مما تتخيل. طيب خلينا واحده واحده كده اقول لك ان في بعض الصفات بتنتهي ing وبعض الصفات بتنتهي بايدي لنفس الصفه. زي مثلا لما اجي اقول لك amazing وamazed وamazed. طيب دي معناها ايه؟ خلينا اول حاجه نبدا بالصفه اللي بتنتهي بايدي. الصفه اللي بتنتهي بايدي دي بتوصف شعور داخلي اللي انا حاسه. تمام. يعني ايه لما اقول لك مثلا I'm amazed معناها ايه؟ ان انا مندهش. I'm amazed او معناها ان انا مندهش، او he is amazed هو برضو مندهش. يبقى كده الصفه اللي بتنتهي بايدي دي بتوصف شعور داخلي انت حاسه تجاه حاجه معينه. طيب العكس بقى، الصفه اللي بتنتهي باي ان جي دي بتوصف حاجه خارجيه. يعني ايه حاجه خارجيه؟ لما اجي اقول لك مثلا
The movie was amazing. الفيلم كان مدهش. The movie was amazing. حطيت هنا ing لان انا بوصف حاجه خارجيه، بتوصف الفيلم نفسه. طيب انت في الملاهي وعايز تقول ان اللعبه دي مثلا مثيره او جميله جدا، فتقول ايه؟ The game was exciting. The game was exciting. حطيت ايه؟ حطيت excite وحطيت ing. ليه؟ لان ده حاجه بتوصف حاجه خارجيه. طيب عايز اقول انا بقى الشعور ده عندي انا، فاقول ايه؟ I'm excited. I'm excited. ليه؟ لان ده شعور داخلي، حاجه انا حاسسها. تاني، يبقى اذا لو الشعور ده عندك انت من جوه هتقول ايه؟ الصفه اللي بتنتهي بايدي. لو حاجه مسببه ليك الشعور من الخارج زي مثلا فيلم، مسرحيه، لعبه، اي حاجه، هتحط ing للصفه. تمام يا شباب؟ يبقى اذا الصفه اللي بتنتهي باي ان جي ده انا بوصف شيء او شخص بيسبب الشعور. تمام؟ شيء او شخص بيسبب الشعور. يعني ممكن اقول أسوان is an interesting place. أسوان is an interesting place. يعني أسوان مكان مثير للاهتمام. تمام؟ ليه؟ لأن ده مكان أو حاجة سببت الشعور ده. طب ولكن الشعور ده عندنا هقول I'm interested. هقول I'm interested. طيب يعني لو الصفة بتنتهي ب ing أنا بوصف شخص أو شيء مسبب للشعور. طب لو صفة بتنتهي بإيدي أنا بوصف شعور داخلي أنا حاسس بيه. طيب خليني اديك بقى جمله كده، عايزك تحلها لي في التعليقات وهرد عليك بنفسي واشوف مين فيكم فهم ومين ما فهمش. لو جيت قلت لك this story is so نقط that I feel نقط، عايزك تستخدم boring و bored، واحده هنا واحده هنا. شوف الاجابه الصح ايه واكتبها لي في التعليقات. فاضل يا شباب اخر حاجه معانا في جرامر يونت 3 وهي be going to. be going to ودي بسيطه برضه وسهله جدا وبرضه مش هناخد وقت فيها. طيب ايه هي be going to؟ بي اللي هي اما واذا وار زائد going to وبيجي بعديها المصدر. طيب ايه الصيغه دي وبستخدمها في ايه؟ دي برضو بستخدمها في المستقبل. فاكر من شويه لما خدنا استخدام ال present continuous في المستقبل؟ be going to نفس الكلام ولكن بطرق مختلفه او استخدامات مختلفه. خلينا نشوف. احنا قلنا تكوينها be going to بيجي بعديها المصدر، يعني am او is او are و going to والمصدر. وبستخدمها في ايه زي ما قلنا؟ في المستقبل ولكن حاجات او حالات محدده. طيب زي ايه يا مستر؟ خليني اقول لك زي نيه، خطط، قرارات. نية، خطط، قرارات. يعني أنا بخطط أو برتب لحاجة. تمام؟ يعني إيه برضو بخطط أو برتب لحاجة؟ زي مثلا لما نقول I'm going to visit my uncle next week. I'm going to visit my uncle next week. معناها إيه الكلام ده؟ يعني أنا هروح أزور عمي الأسبوع الجاي وبخطط لكده. تمام؟ بخطط لكده. برضو بستخدمها مع النوايا وممكن كلمات تعبر عن الكلام ده زي بقول لك my intention. I have intentions أو intend اللي هي ينوي. كل دي كلمات بتعبر عن نيتك. يبقى إذا قلنا مع الخطط أو القرارات أو النوايا. يعني مثلا لو جيت قلت لك I'm going to travel by train. I'm going to travel by train يعني أنا مسافر بالقطر. تفهم من الجملة دي إيه؟ تفهم إن أنت مخطط إن أنت تسافر بالقطر أو عندك نية لكده. طيب تمام. إيه تاني؟ برضو بنستخدمها مع القرارات زي ما أقول لك my decision is أو this is my decision مثلا أو I have decided وكمل الجملة. كل دي جمل أو كلمات بتعبر عن القرار اللي أنت مرتب له. يعني لو جيت قلت لك I'm going to buy a new computer. I'm going to buy a new computer. أنا هشتري كمبيوتر. معنى كده إن أنت عندك خطة أو مقرر إنك تعمل كده. طيب نستنتج من الكلام ده إيه يا شباب؟ نستنتج إن في بعض الكلمات اللي بتوضح لنا إن إحنا بنتكلم عن be going to زي intend, decision أو plan. كل الحاجات دي بتوضح لنا إن إحنا بنتكلم في be going to. طيب معانا برضو في be going to ان احنا نقدر نستخدمها مع التنبؤات القائمة على دليل. يعني ايه التنبؤات القائمة على دليل؟ يعني انت بتقول على حاجة وعندك دليل على الكلام ده. طيب يعني ايه؟ يعني مثلا لو قلنا the wind is strong. The wind is strong. الرياح قوية. It's going to be a stormy day. The wind is strong. It's going to be a stormy day. يعني الرياح او الهواء قوي، ده شكله هيبقى يوم عواصف. ليه بقى الكلام ده؟ علشان انا مستنتج في ايه؟ في دليل. ايه هو الدليل؟ ان انا شايف ان في هواء او رياح قوية. انا في الجمله دي انا قلت it's going to be a stormy day. عرفت منين؟ علشان في هوا. The wind is so strong. The wind is so strong. الهوا قوي جدا، فانا استنتجت ان هيكون في عواصف النهارده. فبقول لك the wind is so strong. It is going to be a stormy day. طيب كويس جدا. اخر استخدام معانا يا شباب مع be going to هو استخدام be going to مع احداث على وشك الحدوث. زي ايه؟ يعني مثلا لو انت ماشي انت وصاحبك في الشارع وفي حفره وهو مش واخد باله منها وكان هيقع، فانت بتقول له ايه؟ watch out you are going to fall. watch out you are going to fall. يعني احترس او خد بالك انت كنت هتقع، حاجه على وشك الحدوث. استخدمت هنا be going to.
طيب كويس جدا. في بعض الطلاب الشاطرين منكم هييجوا يسالوني طيب يا مستر احنا خدنا بي going to من شويه، خدنا present continuous او المضارع المستمر، والاثنين بنستخدمهم في المستقبل وقريبين قوي من بعض، امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ انت قلت لنا البريزنت كونتينوس او المضارع المستمر مع برضو خطط وحاجات هتحصل انت مرتب لها، وبي going to مع قرارات او نوايا قريبين او من بعض. طيب خليني اقول لك جمله هوضح لك فيها الفرق ما بين الاثنين. لو جيت قلت لك I'm traveling to Paris next week. I'm traveling to Paris next week. أو I'm going to travel to Paris next month مثلا. إيه الفرق ما بين الجملتين؟ أول جملة لما جيت استخدمت ال present continuous اللي هو I'm traveling to Paris next week، معناها إيه؟ معناها إن أنا خلاص محضر كل حاجة وهسافر وحجزت التذاكر والطيران ورتبت نفسي وحجزت الفندق. طيب لما جيت قلت لك I'm going to travel to Paris next week أو next month مثلا، دي معناها إيه؟ معناها إن أنا لسه بدرس الموضوع، إن أنا بخطط. لسه في مرحلة التخطيط، ولكن الأولانية اللي هو ال present continuous خلاص أنت أنهيت كل حاجة ومحدد التاريخ ومحدد كل حاجة، يبقى ده حاجة خلاص منتهية. لكن التانية اللي هي be going to دي مرحلة التخطيط أو لسه بتتخذ القرار. أتمنى يكون المثال ده وضح لنا الفرق ما بين ده وما بين ده، هو سهلين جدا مفهومش أي حاجة. يبقى ال present continuous في المستقبل أو مضارع المستمر في المستقبل مع حاجة خلاص هتحصل ومفيش فيها كلام، ولكن be going to ده قرار أو خطة أو نية عندي إن أنا بعمل حاجة. طيب يا شباب، وبكده يبقى بفضل الله خلصنا الجزء الخاص بجرامر يونت 3 بالكامل. أتمنى تكونوا فهمتوا، وما تنسوش تسيبوا لي تعليق لو في أي حاجة مش واضحة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.